فخور وأنا أقف أمام المشاريع الشامخة اللي بينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. فخورين فيه لعدة أسباب. بداية هو البرنامج الوحيد الوطني في أنحاء العالم الذي خصص من بلد لخدمة بلد آخر للأشقاء، وهذا الحقيقة مثال يحتذى به. فخورين بإنجازاته وعمله على الأرض. سجل نجاحات رائدة. من قصص النجاح للبرنامج السعودي لتنمية اليمن ما يقوم به من أعمال في ظل استمرار الأزمة، لم يتوقف ولم ينتظر حتى الوصول إلى السلام الشامل، إنما يعمل على الأرض، ومثل يعني كمثال ناجح والحقيقة يحتذى به لخدمة الأشقاء في اليمن. ومن أبرز المشاريع ما شاء الله متعددة، لكن لعل آخرها الدعم الذي وجه به مولاي خادم الحرمين الشريفين بدعم مباشر للحكومة اليمنية بمقدار 500 مليون دولار، نتحدث عن نصف مليار دولار. كانت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تم تسليمها للحكومة اليمنية في ديسمبر الماضي قبل شهرين تقريبا من الآن. الحقيقة جهوده واضحة على الأرض. التقيت بالعديد من الأشقاء اليمنيين في الداخل اليمني وفي الخارج اليمني، يتحدثون يعني يعبرون عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بما يلمسونه ويشاهدونه على الأرض من مشاريع تلامس احتياجاتهم المباشرة. فأنا الحقيقة أشاطر إخواني وأشقائي اليمنيين هذا الفخر بهذا البرنامج العظيم.